طبعًا كده زي ما أنتم شايفين الدنيا والكوبايات مليانة تراب، والله مش قلة نضافة، لأ، هاقول لكم إزاي. بُصّوا الضلفة دي في المطبخ وهي من إزاز والإزاز بتاعها اتكسر، تمام، فكل شوية تملى تراب زي ما أنتم شايفين. بجد، بجد شكلها منرفزني جدًا، جدًا، وكل شوية أقول هاعملها، هاعملها. بجد والله العظيم أنا لسه عاملاها مثلًا من أسبوع، بس هي بتتطرب بطريقة بشعة. والإزاز كمان أهو بتاعها مش نضيف وعايز كده يتروّق كده ويتغسل كده ويبقى يلمع كده ويبقى شكله حلو. بُصّوا أهي الضرفة دي هي الناحية دي هي المكسورة، فكل أي تراب بيدخل فيها. بجد مش قلة نضافة يا جماعة، أنا كل شوية كل أسبوع باعملها، بس هي بتتوسخ بطريقة رهيبة، فشكلها غيظني جدًا، جدًا، وشكل اللزق الأبيض ده غيظني جدًا كمان أوي. فتعالوا كده معايا هنفضّيها، بُصّوا من جوّه التراب عامل إزاي، ياه! بشع. الضرفة دي كده في المطبخ، فعاملة زي النيش، فهي يعني إزاز كده، فأمّا كانت مقفولة ما كانتش بتعمل التراب ده كلّه بصراحة. من ساعة ما اتكسرت يا جماعة وهي معقّداني بجد، بجد، فربنا يعينّي كده وإن شاء الله ربنا ييسّر وأبقى أعمل الإزاز. زي ما أنتم شايفين هنبدأ إيه، أشيل كل الكوبايات وكل الكاسات دي اللي فيها. بُصّوا حتى ده ورق كده أنا حاطاه، هو مش مفرش، هو ورق يعني، أنا حاطاه كده، فطبعًا هاشيله برضه وهانضّف الإزاز ونشوف هنعمل إيه. بُصّوا بقى، أول حاجة كده طبعًا خدت كل الكوبايات والكاسات اللي في الضرفة دي حطيتهم في الحوض زي العادة، بس أنا ما صورتهاش معاكم قبل كده. زي ما أنتم شايفين هابدأ أغسل حاجة، حاجة كده عشان أخلص منها. طبعًا الحاجات دي ما بتتغسلش، هي مجرد تراب، فإحنا هننضف بس التراب، هي ما فيهاش دعك ولا أي حاجة، تمام؟ زي ما أنتم شايفين كده خدت الكوبايات وهافضل إيه أغسلها. يا جماعة بجد التراب إحنا مش عارفين بيخش منين، بننضف، بنكنس، بنعمل كل حاجة، بس مش عارفة التراب ده يعني بجد، بجد بطريقة بشعة بيبقى على الحاجة. ال الضرفة دي لمّا كانت مقفولة بصراحة وما كانتش مكسورة كده، ما كانتش بتدخّل تراب، يعني إيه، كان كل فترة، كان كل شهر مثلًا أعملها. لأ دلوقتي لو عملتها أسبوع، قبل الأسبوع تلاقيها متطربة، وتراب يعني تحسّي إن أنتِ يعني إيه، هدّيتِ الحاجة عليها بجد والله. فربنا يعيننا كده وادعوا لي ربنا ييسّر الحال ونعمل الإزاز، خلاص؟ طيب كده بقى إيه، أنا طبعًا عشان الكوبايات والكاسات دي تتصفّى من المَيّة، هابدأ أحُط كده فوطة كده بتاعة المطبخ وأحُط الحاجة عليها، اللي أنا باغسلها أحُط عليها. أدي أنا باورّيكم أهو غسلت إيه وشطفت أول كوباية وحطيتها على الفوطة، يا ما أنت كريم يا رب. رُحت تاني على الحوض وهاغسل بقى بقية الحاجة، غسلة كده معتبرة تخلّي الكاسات كده تلمع وتبقى حلوة. مش قلة نضافة يا جماعة، انتوا عارفينّي، اللي بيتفرّج على الفيديوهات والروتينات بتاعتي هيعرف إن أنا ما باحبش أساسًا تكون حاجة مش نضيفة. نسيتوني من كتر زهقي من الضرفة إن أنا أسلِّم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعاملين إيه، يا رب تكونوا بألف خير. اللي ما يعرفنيش أنا نونا وقناتي اسمها حياة نونا. يا رب كده لو وصلت لحد هنا حطي لايك للفيديو، وما تنسيش لو انت جديدة اشتركي في القناة فضلا وليس امرا عشان يوصلك كل حاجة جديدة، وتقدري كمان تتابعيني على المنتدى الخاص بقناتي، فاي حاجة تكتبوها لي تشاركوني لحظاتكم الحلوة. خلاص كده. طيب انا كده اهو قربت اخلص الحمد لله وغسلت كوبايات وبشطفها. هارجع بقى أنا كل ده بارجع أحطهم إيه على الفوطة اللي إحنا طلعناها عشان نصفّي عليها المَيّة، فكده، كده الجو حَر فهينشفوا على طول ما تقلقوش، زي ما أنتم شايفين كده أهو. دايمًا، دايمًا حُطّي في بالِك إن أنتِ تحطّي كوبايات أو كاسات في المطبخ لاستعمالِك اليومي، ضيف جالِك على غفلة، ما يعني إيه، مش هتبقي قدّامه بقى ورايحة على النيش، وأنا عارفة النيش ده حاجة يعني إيه، خاصة كده ما حدش بييجي عنده غير للأهمية الضرورة القصوى يعني. فخلّي دايمًا عندِك ضلفة كده تحطّي فيها كوباياتِك عاملة زي النيش كده صغيّرة، حطّي فيها كوباياتِك وكاساتِك تقدري إن أنتِ تستخدميها، حد جالِك على سهوة غفلة تبقي إيه، تقدري إن أنتِ تاخدي منها وتسحبي منها وتدّي له فيها، تقدّمي فيها.
ما ينفعش طبعا الضيف يبقى قاعد ونقعد نفتح النيش وناخد من الدولاب، بنحسسه ان احنا ما بنستخدمش الحاجة دي غير اما الضيف يجي، فشكلها مش حلو خالص بصراحة. او المفروض لو انت عارفة ان في ضيف جايلك بتطلعي حاجتك من النيش، لو انت ما عندكيش الضرفة دي في المطبخ بتطلعي حاجتك من النيش اللي انت هتستخدميها، عشان ما يبقاش شكلنا وحش لو انت الصالون بتاعك او الحاجة بتاعتك مع النيش محطوطة او كده، فما ينفعش ان احنا نفتح الضلفة بقى ونستخدم الحاجة قدامه، فبنحسس الضيف يعني بنحسسه ان هو ضيف عزيز علينا، عشان كده بنستخدم الحاجة. بس انا شايفاها بالنسبة لرأيي الشخصي ان هي مش حلوة خالص، ان احنا ما بنقربش جنب النيش غير اما الضيف يجينا. فخلاص كده بصوا بقى الكوبايات والكاسات بقت زي الفل. هروح بقى للازاز بتاع الضلفه ده، ما ينفعش معاه جلانس ولا اي حاجه لان هو مطرب جدا زي ما قلت لكم. جبت كده ليفه من غير سلكه وقعدت ادعك كده بره وجوه الازاز، عشان لو في اي تلبيخات او كده تتعمل على طول. خلاص كده. واللي خلى الازاز ده ان هو يتكسر بسهوله ان هو من غير فريم يا جماعه، يعني من غير خشب كده، يعني هو شكله حلو بس هو من غير فريم، يعني فما فيش حاجه ماسكاه غير الحاجات اللي هي المفصلات بتاعته بس. طبعا بصوا بقى انا غيرت كمان الورقه، ده ورق حائط يا جماعه عادي بحطه كأنه مفرش، بيدي يعني طابع كده حلو، مش لازم نحط مفرش، اللي عندك حطيه. انا هنا نونة عشان اقولك ابسط حاجة ويعني واقل تكاليف ان احنا نستخدمها، مش لازم نبهجر في يعني في الحاجات اللي احنا بنستخدمها، اي حاجة هتقضي الغرض وهيبقى شكلها حلو هتشوفه في الاخر. هنا بقى بدأت افنن، كل مرة برصها رصة مختلفة غير التانية، فقلت بقى خلاص اغير الرصة لان كان شكلها وحش قوي وهي مقلوبة، فبصراحة تحس ان انت حطاها كده وخلاص، يعني اللي هو غسلاهم وحطاهم في الضرفة. فقلت اغير الشكل، نعمله معاملة النيش بصراحة. قلت اغير، انا والله عملته كده عشان التراب، ما بقولكوا التراب مدوخ اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، اللي يبص بقى على الضرفة يقول يا ايه النيش الجميل ده، تحسيه كده رف من النيش، صح ولا لا؟ يلا لو عجبك بقى وحطي لي لايك للفيديو، اوعي تنسي انا بفكرك اهو زي ما انتوا شايفين كده بقى زي الفل. وبصوا شكله جميل والضلفة كده الازاز اتغسل ومن بره ومن جوه. رحت بقى كده انتوا عارفيني على الحوض تاني، عشان بصراحة اشطبه بقى كده وخلاص. انا خلصت الحمد لله الضرفة اللي كانت مزهقاني في عيشتي بصراحة، كل ما ابص لها بجد احس ان انا لا ده ايه يا نونا، ده انتي مش عادتك ان انتي تسيبي الحاجة كده مطربة. فالحمد لله عملتها وخلصت. وبجد بجد انتوا من تشجيعكوا ليا في الروتينات والفيديوهات اللي انا بنزلها بجد بتخليني ان انا اتشجع واعمل الحاجة معاكم. بفتح الكاميرا كده واقول يا مسهل وهشوف هعمل والله بجد بلاقي نفسي عملت الحاجة اللي انا كسلانة عنها. خلاص، فادعولي كده دعوة حلوة من قلبكم، اللي بيحب نونا يدعيلي دعوة كده حلوة من قلبكم، ربنا يريح بالكم برضو ويصلح حالكم ويصلح حالنا جميعا يا رب. بصوا بقى انا كده خلصت اهو. اي حاجه بقى باخدها معايا كده، الحيطه السيراميك اللي عند الحوض طبعا عشان انا عندي الرخامه صغيره جدا، فاي حاجه ممكن تيجي على الحيطه بتاعه السيراميك بتاعه الحوض اهو. هبدا بقى اشطفها كده، وطبعا غسلت علبه الصابون بتاعتي والهاند ووش اللي انا بستخدمه وكل حاجه، عشان تبقى الحاجه كده نظيفه وشكلها حلو ونقدر نستخدمها على نظافه. بجد بجد عودي نفسك ان انت تنضفي الحاجة وانت بتعمليها على طول، ما تخليش الحوض مش نظيف لحد بالليل، هي مرة الصبح ولحد بالليل لا، كل ما تعملي حاجة اغسلي الحوض هتحسي بنظافة كده ونفسك مفتوحة. يا رب الفيديو